اشياء جديدة صباح اليوم. ايه كيف بتقيم الماضي صباح اليوم؟ احكي يا اخويا. بمصر على فكرة قد في ناس ايه عم يا بيحضرونا. حياتي مصر حبيبة قلبي هي اللي عملتني. كيف انا يعني بقيم حياتي قلت إيه. لي ايه ست طبيعية بنت ضايعة بحب كل الناس صبورة عندي مبادئ عندي هيك يعني. رح نحكي أكثر عن كله. يلا هو انا هون تفضلي. يا رب. صبوحة، بعد هالعمر والكفاح بتقولي وينك يا وادي شحرور ويا ريتني ما ظهرت منك لا اصلا. لا ما انا بضل بالوادي اني على طول بيجيبوا لي اكل من الضيعه مناقيش واشوي وهيك يعني بضل انا وياهم على طول وبيعزموني بيعملوا لي غمه اوقات ما ترك ضيعتي ابدا. عاملين لي ساحه باسمي كمان بالضيعه. هيدا تكريم منهم. تكريم من اهلي هذا بجنن. وهيك مره حضرت لهم عرس وما رضيوا اني غني الا هن وحامليني. حلو. حلو. قد ايه وادي شحرور بتمثل لك الصفاء الداخلي بصباح، ولما تبعدي عن الاضواء تنسي الاضواء، يعني وادي شحرور هيدا الملجأ. مزبوط. كثير بنبسط وبشوف وين خلقت هيك بأوضة ببددون بس أوضة وحدة. عرفت كيف؟ كنا ننام كلنا سوا فيها هونيك. وكنت ثالث بنت أمي دايما تقول ما بدي طعميها لشو. مرة عمي الشاعر لما اجى شافني عم ببكي قال لا أمي حرام طعميها هي طالع صوتها كثير حلو لكي بتبكي. عرفت كيف؟ قلت لها مزبوط حتى ببكائك كان في حلاوة. الحمد لله. عرفت انه رح يعملوا من شارع باسمك، باسم الصبوحة. ان شاء الله ان شاء الله. كان في انه هيك فكره يعني. عرفت كيف؟ بس مع هالاحوال هيدي بالبلدان كلها نسيوا اذا يوما ما يمكن بس انا ودعكم وبيعملوا لي شارع ما بعرف. انا مفروض بقول مش شارع، لازم يكون اوتوستراد، يعني لازم يعملوا ما بعرف يمكن متحف، يمكن حديقه. شو بتحبي انت؟ انا يمكن بحب متحف. حلو. يقولوا متحف الصبوحه. ايه. بتحبي يقولوا متحف صباح ولا متحف الصبوحه؟ صبوحه. صبوحه احلى. بتحب الدلع. انا بحب صبوحه. جربت حظي بالهوى ودقت العذاب وما طلع لي حظ ابدا من حدا. برافو عليك. مضبوط هيك. موال غنيتي صباح. ايه. عارف ليه استاذ نيشان؟ لانه كلهم ارتبطوا فيي لغايه معينه بنفسهم. عرفت كيف؟ فبفتكر ما حدا حبني ابدا. يعني انا كمان مش كتير بنغرم وبحب بعامل منيح. يعني مزقه كتير بالتعاطي مع الانسان اللي حدي. فهن إلهم غايات يمكن راسهم ما بعرف. مع انه في ناس منهم بعدهم اصحابي بحبهم. وسيم طبارة مثلا كثير بحبه والله. محيي رشدي أباظة كل يعني في ناس لهم هيك. وفادي كمان ما بنسى لما انا سخنت كيف كان واقف حدك ما بنسى ابدا. رشدي أباظة 3 أيام زواج بس اكثر؟ لا اكثر. قد ايه؟ وقتها انا تجوزته سافرت على المغرب. وكان عندي هونيك عند جلالة الملك الحسن حفلات وهيك. رحت وتركت رشدي. جيت لقيت الدنيا قايمه قاعده اني كيف باخذ رشدي أباظة من مرته وكيف مدري شو. وبتعرف زمان الفن انه ما كان مثل هلا انه انا قلت رح انهي حالي كرماله او شيء. بس كان شاب بجنن. طلبت منه انه الطلاق وهيك. كان متجاوب يعني مع انه ضل سنه يبعث لي ورد احمر بعد ما طلقنا. وعمل لي فيلم اسمه كانت ايام. صحيح. يعني ضليت انا هو لهلا بس شوفه على الشاشه بجد يطول. هلا في جيبوا لعندي. صبوحه، انت مش برايك انه الناس اللي ذكرناهم يمكن هن كانوا شريك حياه لإلك بس انت ما كنت شريكة حياه لإلهم بس؟ يعني انت بيتقسموك الملايين كانوا. هذا صحيح. لانه بس واحد يكون مشهور ما بحب حدا، بحب فنه بس. يعني بيكون فنه زوجه واهله وكل شيء. عرفت كيف؟ يعني مهما يقدموا لنا الاهل والازواج حب ما بنلاقي الحب اللي بنلاقيه من الناس. صح. حوي على الهوا. يا حبيبي بجنن. مش لازم يموت كان حرام. مشيئة ربنا.
لو اطال الله بعمره لرشدي إيه. اباظه كنت رجعتي له؟ ايه اكيد اكيد. اكيد. وكنت ختمت الحياه معه. إيه. وعشتي رجل وامراه. مزبوط، لانه والسعادة. اول شيء هو شاب كتير حلو، وبعدين شهرته كانت يمكن اقوى مني كمان، بس اظهر معه شي مسرح يا لطيف الناس تقتل حالها عليه، خصوصا البنات. فكنت انا اقول انه يعني حبه اكثر لانه هو مشهور هالقد، عرفت كيف؟ غير وسامته. غير شو كان وسامته. شو يا كان حقيقي. شو حببك فيه؟ حببني فيه طبعا كممثل وكشاب وكأخلاق وابن عائلة من بيت أباظة ومتعلم جدا، يعني كان رجال. بس مثل ما قلت لك يعني الله بيعطي كل شيء وأوقات بياخد من الإنسان بخيل شيء اسمه. يعني. عرفت كيف؟ كان هو نوعا ما يحب الكاس وأنا لا، وهيك شيء يعني. شككتي يوم بحياتك صباح انك تكوني او كنتي ظالمه بحق اللي حواليك؟ لا عم بحكي كشريك حياه. إيه. مش الناس المقربين. لا 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 أبدا، ما أعوذ كنتي بالله، ظالمة. أبدا أبدا. ما ظلمتي. مع انه هن كانوا ظالمين علي، انا لا. انا لهلا طيبه مع كل الناس. بعدني طيبه يعني ما بتغير، عرفتي؟ هذا طبع سبحان الله. يعني اذا حدا زعلني من اهلي، طبعا اهلي احسن مني ما بحياتهم زعلوني، اولادي او اي شيء ما بزعل منهم. برجع بحكيهم. لو كل هالتجارب يلي عشتيها مع ازواج، لو عشتيها مع شخص واحد، يا ريت. زوج واحد، يا ريت. مين هو هذا الزوج؟ لفكر. كنت بدي اعيش مع بي ابني. ايه. لان جبت شاب منه بياخذ العقل امرنا ان شاء الله. صباح دكتور. قول انا عندي ضعف كثير لهويدا حبيبه امها، كثير كثير. هلا ليل ونهار ما عندي شغل الا هي، بخاف عليها كثير حبيبتي انا. قلبها طيب كمان طبعا. اذا حبيبه امها قلبها مثل امها. وجمالها بعده ما تغير، ياخذ العين تاخذ العين. هي حبيبه امها. ايه. بس امها عقدتها لهويدا. يعني هي بتقول انه انا تركتها كثير يعني بالماضي وهيك، ومع حق يمكن، لان بتعرف الفنان بس يكون بعده حابب ينجح ويصير ويقعد سنين فنان، ما بتكون حياته هينه انه يخصصها لحدا معين يعني. بس طبعا ما قصرت معها بشيء يعني، ابدا ابدا. عشت مثل ملكه وبعدها ملكه يقورني. صباح بصراحه، هويدا فرحه عمرك ولا صدمه عمرك؟ لا صدمة عمري. إيه. بصراحة يعني كنت حبتها تنجح فنيا او تتجوز او تجيب اولاد او اي شيء، عرفت كيف؟ وانه هلا انا صرت بهالعمر كل وقت تطلبني وبتبكي ماما تعي لعندي انا لوحدي وانا هيك يعني. كل قد ايه بتحكيك هويدا؟ كل قد ايه بتحكيكي على التليفون؟ كل يوم كل يوم. ايه. اذا يوم ما سمعت صوتي يا لطيف، يا ماما يطول عمرك، يا ماما انت شو طيبه، يا ماما خليك مهضومه، على طول هيك مهضومه كثير. انت شو بتقولي لها؟ انا بضل بصلي لها، بركع كل يوم بقول له دخيلك يا رب بنتي هويدا. ابني عمل عائله ومرتاح واخذ 6 تقرب من بيت الشماس كمان مثل الاميره، مرتاحه من يمه. بس هويدا بعتها الهم شو. كنت بتحبي انه تشوفي لها بنت او ابن لهويدا؟ يا ريت. قولي يا ريت. تيتا لاولادها؟ يا ريت، امنيه حياتي كانت، امنيه حياتي. بس رحتي على امريكا وشفتيها لهويدا، تصارحتوا؟ انا وياها دائما بنتصارح، كان من في زمان. مصارحة؟ ايه هي كثير صريحه، منا من البنات اللي انه شخصيتها قويه منيح منيح. بتتصارح معي، عرفت كيف؟ انا مثلا انه بمشيها على عقلها مثل ما بدي، بس بكون انا اللي عم فكر فيه غير شيء. بس هيك بنتي بصير بقول لها معك حق مزبوط وانا مدري شو بتلومك شوي؟ ها؟ بتلومك شوي؟ شوي شوي. ايه، خصوصا انه ارتبطت باشخاص كثير، عرفت كيف؟ انه بتتضايق شوي من هالشيء هيدا. فانا بمشيها مثل ما هي بدها، عرفت كيف؟ وبمشي كل انسان مثل ما بده، بس اللي بعقلي بعقلي. على حساب راحتك؟ على حساب راحتي اوقات. ايه. قد ايه عملتي اشياء بحياتك على حساب راحتك كنت تقولي معلش صباح اعملي هالشي مع الله، معلش صباح؟ ايه مزبوط، كثير كثير بقول له يا رب انت شايف وهيك. والمهم انه حدا يقدر يعني انه انا ضحيت وعملت يعني مثل ما بده. مهم انا نفسيا مرتاحه، العطاء حلو وحب الاهل اهم شيء بالدنيا. الله ما بيرضى على الانسان اذا ما رضي على اهله. واولادي بعبدهم عباده
يقبرون إن خليك شاء الله. اياهم يا رب. صباح، شو كان في اشياء تلمع بحياتك تخمنيها انه والله هودي من اهم الاشياء بحياه صباح؟ إيه. مع الايام ومع العمر بال 2004 هلا بتقولي انه هيدا كان كله وهم يا صباح، اف شو اعطيتي اهميه لهالقصص. لا كل مرحلة إلى جمالها. حلاوتها. ايه كل مرحلة كان إلها جمالها وإلها تفكيرها، عرفت كيف؟ هلا ما بقدر أكون بنت 20 بعقل هلا، وكل هلا مرحلتي كمان كتير حلوة. حلوة؟ ايه كيف بحبها توصفي؟ كتير. وصفي لي المرحله اللي عيشتيها هلا. هلا عايشة حدي جوزيف غريب اللي بعمل لي مكياج وشعر مثل ابني. جوزيف صديق